من أعماق القلب صرخت إليك يا رب، من عمق مشاعري، من عمق عواطفي، من عمق قلبي، من عمق صلتي بيك صرخت إليك يا رب. أي إنها ليست صلاة سطحية، ليس مجرد كلام شفتين ولا كلام من الخارج. أنا يا رب من الأعماق صرخت إليك، من عمق أعماقي، من داخلي، من قلبي، من شعوري، من عمق عواطفي صرخت إليك. من الأعماق صرخت إليك يا رب. جايز من الأعماق تكون من عمق الاحتياج. أنا محتاج إليك، أنا عاجز عن أن أنقذ نفسي، أنا عاجز عن أن أقود نفسي في الطريق وأخلص نفسي من خطاياي. إرادتي ضعيفة منحلة، رغبتي نحو الخير ضعيفة، قدرتي على السير في طريقك ضعيفة. من عمق احتياجي صرخت إليك، أصرخ إليك وأنا محتاج فعلا إلى معونتك. لست مثل باقي الناس الذين يصلون من أجل الحب، ده أنا بأصلي من أجل عمق احتياجي، من عمق عجزي، من عمق ضعفي، من عدم مقدرتي صرخت إليك. أنا مش قادر. من الأعماق صرخت إليك يا رب، من أعماق الخطية التي أنا واقع فيها صرخت إليك، من عمق السقوط. لست على حافة الخطية، أنا في أعماقها، ومن هذه الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب استمع صوتي. من عمق احتياجي إلى يدك التي تمتد للمعونة، ويدك التي تمتد للإنقاذ صرخت إليك. أنا في العمق زي إنسان وقع في حفرة، مش هو على حافة الحفرة وبيصرخ، ده وقع في أعماق الحفرة من الداخل، وبيقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب استمع صوتي. من التعب، من عمق التعب صرخت إليك. إنسان تعبان زي الزجل اللي مرة قلته لكم قبل كده. واحد بيقول قل مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاه. زي صرخة غريق، واحد بيحبه ويطلع. مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاه، بينده 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 بكل قواه للحياة.
قاعد بينده للحياة، شاف قارب نجاه من بعيد وهو ضايع، مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاه، بينده 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 بكل قواه للحياة. أنا مثل هذا الغريق صرخت إليك يا رب، صرخت إليك من عمق ضعفي، من عمق عجزي، من عمق احتياجي، شاعر إنك أنت الوحيد الذي تستطيع أن تنتشلني. صرخت إليك، لم أصرخ إلى الناس ولا إلى ذاتي ولا إلى إرادتي ولا إلى أحد من البشر. أنا صرخت إليك، زي ما بيقول في مزمور آخر: تأملت عن يمين وعن يسار وليس من منقذ، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت رجائي وحظي في أرض الأحياء. أنا ما لاقيش غيرك، ليس من منقذ. البحر أمامي والعدو خلفي، وليس أمامي إلا أن أصرخ إليك. عدوي أقوى مني وأنا عاجز عن محاربته، فصرخت إليك يا رب، قلت ما يقدرش ينقذني غيرك. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. أنا من أعماق قلبي لا أقول إني أناديك أو أطلبك، زي ما بقول في مزمور تاني: طلبتك من عمق قلبي. أبدا، ده أنا بصرخ إليك، بصرخ بعلو صوتي، بصرخ أكاد أبكي أمامك، بصرخ إليك. يا رب استمع صوتي. الصراخ يدل على عمق الاحتياج، الصراخ يدل على عمق الاحتياج. مفيش حد يصرخ إلا لو كان مزنوق على الآخر مش قادر. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، يا رب استمع صوتي. إن كنت للآثام راصدا يا رب من يثبت. لاحظوا إنه بيكرر كلمة يا رب كتير. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. إن كنت للآثام راصدا يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. يقول لك: اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنع. داود قال لجولياط: وأنا آتيك باسم رب الجنود، باسم الرب. زي ما بيقول له في التسبحة: اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. اسم الرب محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. الذي يعرف حلاوة اسم الرب وقوة اسم الرب لا يترك اسم الرب من شفتيه نهارا وليلا، بل يلهج فيه طول النهار وطول الليل. اسم الرب في فمه باستمرار.
من الأعماق صرخت إليك يا رب. كلمة رب دي لها معاني عميقة في داخلي. كلمة رب دي تديني فكرة عن القوة الجبارة التي تقدر على كل شيء. كلمة رب تديني فكرة عن العين الفاحصة التي ترى كل شيء ولا يخفى عليها شيء. كلمة رب تديني فكرة عن الحب الجبار، الحب العميق الذي يعامل بها الله كل أحد. أنا بصرخ لهذه القوة وبصرخ لهذا الحب وبصرخ لهذه العين التي ترى ضعفي وترى عمق احتياجي. من الأعماق صرخت إليك يا رب. كلمة رب تعطيني فكرة عن إن أنا ملكك، لأن رب يعني سيد بيملك، فأنا بتاعك، أنا مش غريب عنك. أنا بطلبك يا رب لأنك أنت السيد وأنت الذي تملكني وليس العالم. من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب استمع صوتي. أنا خايف إن صلواتي تضيع زي صلوات القديمة كلها. يا ما طلبت ولسه ما فيش استجابة. 6 مرات وأنا أصرخ إليك إن المطر ينزل على الأرض، ولغاية دلوقتي ما شفتش غيمة ولو قد كفة اليد. خايف إن الصلاة السابعة تشبه الباقيات الضائعات. يا رب استمع صوتي، فلتدخل طلبتي إليك، ولتصل صلاتي إلى عرشك، ولتستطع هذه الصلاة أن تبلغ إلى أذنيك القديستين المقدستين الطوباويتين. يا رب استمع صوتي، المرة دي استمعني. أنا عارف إن حياتي تعطيك عذر كافي إنك لا تسمعني. بيقول إيه؟ حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. بيقول لهم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. أنا خايف أكون من النوع ده، عشان كده بقول يا رب استمع صوتي. لا تجعلني مثل المرفوضين الذين لهم أيادي مملوءة دما، تطلب منهم دم أنفسهم ودم الناس. يا رب استمع صوتي. بيقول صلاة الأشرار مكرهة للرب. أنا خايف تكون صلاتي مكرهة ليك، عشان كده أرجوك يا رب استمع صوتي. ما تحطنيش وسط الناس دول المرفوضين. أو خايف إن طلبتي لا توافق مشيئتك. بيقول تصلون ولا تستجابون لأنكم تطلبون رديا. ربنا قال لأرميا لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة،
فإني لا أسمع لك. كلمة لا أسمع لك كلمة تخوف. أرميا يصلي وربنا يقول له لا أسمع لك، تخوف. عشان كده بيقول له يا رب استمع صوتي. أنا المرة دي صلاتي حسب مشيئتك، صلاة الضعيف المنسحق العاجز قدامك، صلاة الذي يطلب ملكوتك وبرك، صلاة الإنسان الذي يريد أن يصالحك، يريد أنه يصطلح معاك. صلاتي توافق مشيئتك، لأني لا أطلب شيء إلا أنت وحدك. أريد أن أصطلح معاك. يا رب استمع صوتي. من الأعماق صرخت إليك يا رب. استمع صوتي لأنه من الأعماق. استمع صوتي لأنه من الأعماق. واستمع صوتي لأني صرخت إليك. واستمع صوتي لأني بصرخ. انت الشفوق الحنون الطيب، انت الشفوق الحنون الطيب، انت الواسع الصدر، انت الذي لم تصنع معنا حسب خطايانا ولم تجازنا حسب آثامنا. مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمتك على خائفيك، وكبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت هذا الحنون الطيب. أقول لك يا رب استمع صوتي. يا رب استمع صوتي، لأن كثيرين على الأرض لا يستمعون، فاستمع أنت. مش كفاية الأرض أغلقت آذانها وأنت كمان تغلق أذنيك. خلي في أذن مفتوحة لي لئلا أقع في اليأس وقطع الرجاء. يا رب استمع صوتي. يا رب استمع صوتي، ولا ترجعني خائبا، ولا ترجعني مكسور الخاطر ومر النفس وكثير القلب. يا رب استمع صوتي. من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. مش تسمع بس، تسمع وتصغي بملء السمع. خلي بالك، الكلام اللي أنا عايز أقوله ليك ده كلام مهم، كلام يمس مصيري وحياتي ومستقبلي الأبدي. أرجوك تخلي بالك من الكلمتين اللي هقولهم ليك. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إيه صوت تضرعك؟ ابتهالك وطلبك. إيه هو؟ أنا مش عايز حاجة غير غفران خطاياي. أنا بطلب المغفرة. أنا إنسان أمسك بقرون المذبح وأطلب العفو. جئت إلى إحدى مدن الملجأ كلاجئ إليك، بطلب رحمتك. بطلب رحمتك وأنا معترف بخطاياي. كل ما في الأمر إني بقول لك إن كنت للآثام راصدا يا رب
يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. إن أردت إنك أنت تحصي علي خطاياي مش ممكن أبدا. أقدر أقف قصادك إزاي؟ أمامك يا رب يستد كل فم، يستد كل فم. لا يستطيع أحد أن يجاوب عن نفسه. لا يتزكى قدامك أي حي. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. أنا هبتدي أتناقش معاك وأجادل معاك. اسمعني هذه المرة يا رب لكي أتناقش معاك. وسع صدرك لعبدك، اعطيني فرصة أحاجبك. انت بتقول هلما نتحاجب يقول الرب. يا رب استمع صوتي لكي نتحاجب. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. أنا بالآثام حبل بي وبالخطايا اشتهتني أمي. أنا بالآثام حبل بي وبالخطايا اشتهتني أمي. أنا الذي قيل له في الخطايا ولدت بجملتك. أنا الإنسان الذي لا يستطيع أن يبرر ذاته أمامك. البر من عندك. أنت الذي تبرر وأنت الذي تطهر، ولا أحد غيرك يستطيع أن يفعل مثل هذا التبرير. ما فيش غيرك أنت. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يسكت. هترصد إيه يا رب؟ ترصد خطايا الفكر لا تحصى. ترصد خطايا المشاعر في القلب كتيرة. ترصد خطايا الحواس، خطايا اللسان، خطايا الفعل. أقول لك إيه يا رب؟ مين يستطيع أن يثبت أمامك؟ ده بيقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لما هتيجي في يومك الأخير الجبال تذوب أمامك والتلال تهتز، النار تسبق أمامه. مين يستطيع يثبت؟ يقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا. من يستطيع أن يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. أنا أعمل زي العشار الذي لم يستطع أن يدافع عن نفسه. كل اللي قال ارحمني يا رب فإني رجل خاطئ. أنا لا أبرر ذاتي أمامك. أنا مليان خطية. أخطأت إليك يا رب وما زلت أخطئ، وقد أخطئ أيضا في المستقبل. الإرادة حاضرة عندي، ولكن أن أفعل الحسنى لست أجد. أنا معترف إن أنا خاطئ ومملوء بالآثام، بس إن قعدت أنت ترصد في الآثام من يثبت؟
جاي لك من اجل المغفرة وليس من اجل الدينونة. انا اتيتك لاني سمعت عنك خبرا طيبا. سمعت عنك انك قلت للمرأة المضبوطة في الفعل: وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بسلام. وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بسلام. العبارة دي بتخليني اقف امامك واقول لك: يا رب استمع صوتي. انت لم تأتي لتدين العالم بل لتخلص العالم. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، بل لي انا المريض قد اتيت انت، انا المحتاج.